الجامعي لقسنطينة في مايو الأخير حسب ما علم من مصدر مقرب من التحقيق. وذكر المصدر أن هذا الرضيع كان في منزل امرأة في العقد الخامس من عمرها ببلدية تمالوس بولاية سكيكدا. وأضاف المصدر أن الرضيع قد نقل بعد ظهر اليوم إلى مستشفى قسنطينة من أجل إجراء تحليل الحمض النووي أديان للتأكد من أنه الرضيع ليث الذي اختطف مؤخرا من مستشفى قسنطينة. وكان وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح أعطى تعليمات للنائب العام لدى مجلس قضاء قسنطينة للتحرك بقوة مع الضبطية القضائية للوقوف على كل ما تعلق باختطاف الرضيع، باعتبار أنها قضية رأي عام وجريمة خطيرة، وبالتالي البحث عن المجرمين وتقديمهم للعدالة لمحاكمتهم وفق القانون. بناء على معلومات وردت إلى نيابة الجمهورية بمحكمة قسنطينة مفادها تواجد الطفل الرضيع المختطف بمدينة مجاورة لولاية قسنطينة. وبعد التأكد من صحة وصدقية هذه المعلومة، فقد أمرت نيابة الجمهورية بقسنطينة الشرطة القضائية بتمديد الاختصاص للانتقال وتفتيش مسكن المشتبه فيه. وقد كللت العملية بالعثور على الرضيع المختطف كاوا ليث محفوظ بداخل السكن المذكور، وقد تم استرجاعه إلى مدينة قسنطينة وتعرف عليه والديه، وتم إخضاعه إلى كل الفحوص الطبية بصفة احترازية. وعلى إثر ذلك فقد تم توقيف بعض المتورطين في هذه العملية، وأن التحقيق الابتدائي متواصل بكل حزم وجدية. إذن وللمزيد من التفاصيل معنا مباشرة من قسنطينة حسن مطاطلة. حسن، إذن بعد هذه البشرى ماذا عن حيثيات القضية وعملية العثور على ليث؟ مساء الخير. طبعا هي عملية نوعية بكل معنى الكلمة، عملية نوعية بالنسبة لمصالح الأمن، بالإضافة إلى المعطيات التي قالها وكيل الجمهورية لدى محكمة قسنطينة، المعلومات الخاصة التي تحصلنا عليها، وطبعا الصور الحصرية التي تحصلنا عليها من مستشفى قسنطينة تؤكد أن مصالح الأمن كانت تتابع بكل دقة وبكل تفاصيل هذه العملية. وعلى الساعة 11 صباحا كما قلنا بدائرة تمالوس، وبالتحديد العائلة تتواجد، هذه العائلة التي وجد عندها الطفل تتواجد بين منطقة تمالوس ومنطقة الحدائق، دائرة الحدائق بالتحديد في منطقة المراية. طبعا على الساعة 11 وصلت معلومات بأن الطفل يتواجد بعين المكان، ثم نقل إلى داخل مدينة تمالوس وبالتحديد إلى شارع بلاسكا عند أم الطفل، يعني جد المختطف. وبالتالي مصالح الأمن تتبعت العملية، وفي حدود الساعة 3:30 بالتمام تمت عملية تحرير والوصول إلى الرضيع كما قلت بوسط مدينة تمالوس عند أب العائلة التي اختطفت. وهذه العائلة طبعا الأم تبلغ حوالي 50 سنة وبالتحديد 48 سنة، والزوج حوالي 54 سنة. وطبعا لما المعلومات أيضا التي تحصلنا عليها أن هذه العائلة لما سئلت فقيل بأن هذا الطفل تم الحصول عليه من قسنطينة، تم شراؤه تحديدا من قسنطينة من طرف أشخاص آخرين. طبعا التحقيق سيكشف كل حيثيات هذه القضية. الطفل الآن يتواجد في ظروف صحية شاهدناه بأم أعيننا بالمستشفى الجامعي لقسنطينة، يوجد تحت الرعاية الصحية وبطاقم طبي يتكفل بكل ما يحتاجه. العائلة كانت طبعا إن بعد العسر يسر، يعني في حالة بعد الحزن حالة الفرح. نعم حسن. طبعا مصالح الأمن نعم حسن، هي بشرى إذن لعائلة ليث. حسن، هي بشرى لعائلة ليث وللجزائر كافة، والجهود إذن مشكورة. شكرا جزيلا لك.
دانت الجزائر بقوة الاعتداء الجبان الذي استهدف يوم الأربعاء 11 جوان البعثة المتعددة الأبعاد المدمجة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة من أجل استقرار مالي بمدينة أجلهوك في منطقة كيدال شمال مالي، والذي خلف 4 قتلى والعديد من الجرحى. وتتقدم الجزائر بتعازيها وتعبر عن تضامنها مع عائلات الضحايا وحكومتي تشاد ومالي، كما تجدد دعمها التام للرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا وحكومته وكذلك الشعب المالي الشقيق. وأضاف بيان الخارجية أن الجزائر التي تبقى مقتنعة بأن قوات السلام ستنتصر على الإرهاب وستواصل مشاركتها الفعالة في جهود المجموعة الدولية الرامية إلى إعادة الاستقرار والسلام في شمال مالي ومنطقة الساحل برمته. في العراق، وبينما أكد مجلس الأمن الدولي دعمه للحكومة العراقية التي تبنت خطة جديدة لوقف زحف المسلحين إلى العاصمة بغداد، الرئيس الأمريكي يؤكد أن بلاده لن ترسل قوات أمريكية إلى العراق، لكنها ستدرس مختلف الخيارات في الأيام المقبلة. تقرير لفائز